ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ياسر من قناة مويا ستوديو. رجعنا لكم في حلقة جديدة في سلسلة التوتوريالز بتاعتنا. هنعمل النهاردة 3D افكت جديد بنفس الطريقة بتاعت المرة اللي فاتت، ولكن بتطبيق عملي مختلف هيناسب ناس كتير، ومش هنستخدم فيه أي حاجة غير ادوبي الستريتور. خلينا مع بعض نبدأ ونشوف الدرس الجديد. يلا بينا. زي ما نشوف مع بعض دلوقتي، احنا جبنا التكست تول، كتبنا التكست اللي احنا عايزينه، غيرنا الفونت معين هحطه لكم تحت في الديسكريبشن. بعد كده بنجيب البان تول. مش لازم نعمل زي ما انا بعمل بالظبط، ممكن تبقوا شايفين حاجة احسن تعملوها، يعني ليكوا كامل الحرية. بعد ما بنخلص البان تول عملت كريت اوتلاين، وبعد كده عملت سيلكت اول، دمجتهم ببعض علشان الشغل ما يتلخبطش مني. بعد كده جبت البنسل تول وبدأت ارسم على الاوتلاين اللي انا شغال عليه او الشيب اللي انا شغال عليه. بعد كده بعدل بقى. بنسل تول تقدروا تعملوا بيه حاجات كتير جدا، وتقدروا تعملوا بالسموث تول كذا شغل وكذا شكل، تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. بعد كده جبت فلوت تول، بقدر بيها ان انا اتخن او ازق الاوتلاين بتاعي. هي فكرتها ان انا بلوت بنفخ حاجه. انا لو كبرت الراديوس بتاعي ومشيت على اوتلاين هتلاقيه بيتنفخ من اليمين والشمال. بعد ما اخلص هغير اللون بتاعي لاي لون انا حابه. انا اخترت اللون اللبني، ودخلت على ال 3D and Materials Effect. ظبطت الماتيريال، دخلت على اللايتنج، ظبطت الشادوز بتاعتي، ظبطت اتجاه الاضاءه اللي انا عايزه. وبعد كده بدوس ريندر علشان يبدأ يرندر الشيب بتاعي او ال 3D effect بتاعي بشكل اكتر احترافية، مع تفعيل الري تريسنج من جوه السيتنجز لو مش متفعل عنده. بعد كده بدأت أعمل اللاي اوت بتاعي، بدأت أكتب كلام سواء إنجليزي أو أيا كان، وعملت فريم. بعد ما عملت الفريم بدأت بقى أرص كلام كده ليه علاقة بالجرافيك ديزاين، وحبيت إن أنا أدخل اللغة اللبنية دي برضو شكل حلو مع البالكي إفكت أو الانفلت 3D إفكت. أظبط الألاينمنت بتاعي، بدأت أعدل اللاي اوت بتاعي، أنسق مع السبيسنجز بتاعتي، الكلام ده كله. وحطيت اللوجو بتاعي بعد ما ظبطت اللاي اوت. وبعد كده وانا شغال زي ما انتوا شايفين ظبطت اللاي اوت بتاعي، وبعمل فاينل تاتشز علشان يدي في الاخر احسن شكل ممكن اقدر اوصل له في اللاي اوت ديزاين ده، ايا كان هو هيكون بوستر او سوشيال ميديا او ايا كان. وبكده نبقى خلصنا حلقتنا. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا زر الجرس. لو عندكم اي اقتراحات لفيديوز معينه في مجال الجرافيك ديزاين يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنت، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. سلام.